بالكم بقى شهر للبيام، يا اما تستغلوه وتنجحوا يا اما تنجحوا، ما كاش مجال للتراجع. اكيد اذا استغليتوا هذا الشهر بطريقه صحيحه والمناسبه. في هذا الفيديو راح نعطيكم خطه اللي رايحين تدخلوا للبيام وانتم واثقين انكم رايحين تنجحوا بهذه الخطه، واكيد راح نعطيكم اهم النصائح باذن الله. قبل ما نبداو لا فيديو ما تنساوش تبارطاجيو لجميع جميع الاصدقاء وجميع الناس اللي تعرفوهم كي تعم الفائده، فالدل على الخير كفاعله. ويلا نبداو. سلام، كي راكم؟ شا تكونوا كاع ملاح وكامل بخير وانتوما تشوفوا في لا فيديو تاع اليوم. هذا الفيديو هو اللي راح نفتتح به العوده تاعي. هذا الفيديو بعد ما طلبتوه مني وقلتوا لي نور ديري لنا كيفاش ننقضوا هذا الشهر ولا هذا الشهر اللي بقى البيام. عطينا خطه كيفاش نستغلوا. كما على بالكم راهو باقي شهر للبيام فقط. وبصراحه هذا هو الوقت اللي يقدر يبدل مستواكم كاع. يا اما تستغلوه صح وتروحوا للبيام وانتم واثقين من نفسكم باللي رايحين تنجحوا، ولا تضيعوا هذا الوقت في حاجة تافهة ومن بعد رايحين تندموا. بيان سور رايحين تندموا. بزاف تلاميذ منكم وطلاب راه يظنوا باللي لقلكم تقروا عام كومبلي باش تنجحوا ولا تكونوا كما نقولوا عندكم ذكاء خارق. بصح الحقيقه ماشي كما هكا كاع. النجاح في هذه المرحله ماهوش مرتبط بالذكاء ولا شحال قريتو من وقت من قبل. هو راه مرتبط بكيفاش تخدموا في هذا الشهر الاخير اللي بقى البيام ولا هذا الشهر الحاسم، ولا كيفاش الطريقه اللي رايحين تقروا فيها. اكيد اذا عرفتوا تنظموا وقتكم وتخدموا بالطريقه الصحيحه والذكيه والمناسبه، وتركزوا على المهم والاساس، ما تركزوش على الحاجات اللي ماش تسحقوها. كما قلت لكم تقدروا في 30 يوم فقط تبدلوا مستواكم، واكيد راح توصلوا نتيجه حتى نتوما ما كنتوش تخيلوها. كي تثقوا في نفسكم اكيد راح توصلوا لحاجه نتوما ما كنتوش متخيلينها. كما قلت لكم في هذا الفيديو راح نعطيكم خطه انا درتها، انا استعملتها ونجحت بها. تمشوا على هذه الخطوه خطوه بخطوه. بقى شهر فقط. التزموا زيروا رواحكم. مش ديروا لا بريسيون، بصح زيروا على رواحكم فقط باش نشوفكم فرحانين تفرحوا. الفرحه فرحه البيام غير وحده. باش تستغلوا كل يوم من هذا الشهر وتدخلوا البيام باذن الله. انتم واثقين من رواحكم. درك هاد الخطه اللي انا درتها بما انه راه باقي شهر 4 اسابيع. كل اسبوع رايحين نديروا مهمه. درك نروحوا للأسبوع الأول. الأسبوع الأول هو فهم الأساس. الهدف من مهمة الأسبوع الأول أنكم تفهموا كامل الدروس، سواء كانت دروس تاع مواد أساسية أم مواد ثانوية. كل يوم ديروا 3 مواد. تخيلوا انتم مثلا ديروا مادة علوم مع مادة فيزياء مع مادة تربية إسلامية، ولا مادة لغة إنجليزية مع علوم مع مادة فرنسية. انتم تخيروا تشوفوا هذه ديروها لمدة أسبوع. ديروا لكل مادة ديروا ساعة ونصف، لكل مادة ديروا لها ساعة ونصف، لأنكم ديجا رايحين تكونوا ديجا متطرقين للدرس. فقط تعودوا تسترجعوا الفكرة ولا المعلومات تاع الدرس ومن بعد ديروا ملخص صغير. مثلا إذا كانت مادة أساسية راح يكون فيها قوانين أو تعريفات أو أي حاجة، كما مادة الرياضيات فيها قوانين، مادة الفيزياء تاني فيها قوانين، مادة العلوم فيها مصطلحات علمية تحققهم وإلى آخره. وإذا كان مادة حفظ أكيد راح تستعملوا طريقة التكرار المتباعد اللي قلت لكم عليها. هاد الطريقة راهم قاع جربوها وقاع نفعتهم. أما اللي ما قدرش يستعملها تقدروا تستعملوا هذه الطريقة، هي أنكم تكتبوا الدرس تاعكم ولا المعلومة تاعكم اللي باغيين تحفظوها. المرة الأولى تكرروها 3 خطرات، المرة الثانية تكتبوها 3 خطرات، المرة الثالثة تعاودوها وحدكم 3 خطرات. وهنا رايحة تدخل المعلومة بكل صراحة. أنا دايما ندير هاد الطريقة كي التكرار، طريقة التكرار المتباعد للزوج راهم ناجحين. شوفوا انتوما اللي راح تساعدكم واللي راح تخلي العقل تاعكم يستقبل المعلومات أكثر وأكثر. هذه هي المهمة الأسبوع الأول، أنكم تطرقوا لجميع الدروس، تحاولوا تسترجعوا جميع المعلومات المهمة. درك نروحوا للأسبوع الثاني.
درك الأسبوع الثاني هي أنكم تثبتوا الحفظ. تبداو تحلوا تمارين. الهدف من هذا الأسبوع يعني أنكم تبداو ترسخوا المعلومات تاعكم، يعني نفس نظام الأسبوع الأول. يعني نفس المواد، ولكن هاد المرة رايحين تطبقوا، ماشي تحاولوا تفهموا ولا تسترجعوا. يعني الصوالح اللي استرجعتوهم وفهمتوهم في هذاك الأسبوع الأول تعاودوا يعني كما نقولوا تمتحنوا رواحكم عبر تطبيقات في هذا الأسبوع الثاني. يعني كل درس ولا كل وحدة تديروا عليها تمارين. أما الحفظ راحين تعاودوا تراجعوا نفس الدروس، يعني في مادة التاريخ، مادة الجغرافيا، مادة التربية الإسلامية، ومادة التربية المدنية، لأنه التكرار يعني هو الحل تاع النسيان. يعني كما نقولوا باش ما تنساوش يعني دايما ديروا التكرار. وهذه هي المهمات تاع الأسبوع الثاني. يعني الأسبوع الثاني كومبلي رايحين تفوتوها فقط تمارين، فقط مراجعة الحفظ. الأسبوع الثالث عندكم تحلوا مواضيع البيام. الهدف من هذا الأسبوع أنكم يعني تتعرفوا على طريقة الحل، كيفية تقديم الموضوع في البيام. يعني كل يوم تحلوا 5 مواضيع في أي مادة بغيتوها، مثلا تحلوا عربية، فيزياء، رياضيات، علوم، مادة حفظ. تحلوا مهم 5 مواضيع، واللي يقدر كتر أكيد يحل. يعني هذه الفايدة ليه، يعني كل مرة يزيد يحل، كل مرة يزيد يشوف طريقة طرح الأسئلة في كل مادة. درك حاولوا يعني تحلوا وحدكم، من بعد يعني تشوفوا الحل. درك يعني متروحوش تشوفوا الحل، يعني حاجة ما عرفتوهاش تروحوا تشوفوا الحل تاعها. بالعكس، حاجة ما تعرفوهاش اقعدوا معاها، حاولوا يعني دائما حاجة ما تفهموهاش يعني كسروا معاها راسكم، يعني باش تقدروا توصلوا للمعلومة وحدكم. لانه لا تعودتوا باش تشوفوا الحل، يعني حاجة ما فهمتوهاش تروحوا تشوفوا الحل تاعها، هنا ما رايحيش تتعلموا يعني تحلوا الأسئلة الصعبة وحدكم. تما دايما ما تشوفوش الحل، اقعدوا سيوا حلوا من حتى تشوفوا الطريقة المناسبة لحل هذه الحية. تما هذا الأسبوع الثالث راهو مخصص فقط لمواضيع البيان، واللي يبغي يزيد يعني كما المواد الحفظ يزيد يراجعهم، يقدر يزيد يراجعهم مع هذا الأسبوع. درك جينا للأسبوع الرابع واللي هو الأسبوع الحاسم. يعني بقى أسبوع فقط يعني تفوتوا البيام. يعني هذا الأسبوع يعني راح نديرو فيه مراجعة نهائية. يعني الهدف منه أنه تثبتوا المعلومات تاعكم نهائيا، وبليس يعني تتخلصوا من الخوف يعني وتكسبوا الثقة في أنفسكم. باسكو هذا الأسبوع الأخير هو أخطر أسبوع، يعني ماشي من الكوتي تاع القراية، بل هو من الكوتي تاع النفسية تاعكم. يعني إلا كنتو ناس سلبيين أكيد يعني هذاك الخوف راح يأثر على النفسية تاعكم ولا الثقة تاعكم، ويزيد يأثر على القراية تاعكم. وإلا كنتو ناس إيجابيين أكيد رايحين تتخلصوا من هذاك الخوف ورايحين تزيدوا من الثقة تاعكم. فأول حاجة يعني حبسوا من هذا التفكير الزائد، ما تكونوش تخموا في الشي غادي يصرى، خموا في نتوما اش هدرتو واتكلوا على ربي. ثاني حاجة يعني ركزوا غير على واش قريتو، ركزوا على الأهم الأشياء. وتاني يعني كل مرة راكم تزيدوا تحلوا صوالح، كل مرة راكم تزيدوا الثقة من نفسكم بلي راكم تربحوا ان شاء الله، واكيد راكم قاع رابحين باذن الله. ثالث حاجة يعني جربوا تحلوا مواضيع، كي تكملوا يعني مواضيع البي ام سي وحلوا مواضيع، شوفوا اي حاجة راكم ناسينها عاودوا حلوها. هذا مكان ما ديروش في رواسكم، يعني ما ديروش في رسانكم بلي البي ام صعيب. البي ام راهو امتحان رسمي كاي امتحان كاي اختبار تدخلوا تفوتوه. فقط حنا رانا معليين كما نقولوا من شأننا. يعني انا كيف فوتته عن نفسي انا، يعني ما كنت حاسبه كيما هاك، كنت رايحه خايفه، ولكن كي وصلت تما حسيت وكأنه اختبار عادي جدا. غير احنا يعني فقط هو مرحله انتقاليه باش ننتقلوا من المتوسط الى الثانوي، هذا ما كان. بالنسبة يعني الأسبوع الأول تاني تالت الرابع، اللي يبغي يعني يدير فقط روتين بسيط جدا. بالنسبة لمواد الحفظ تحفظوهم الصباح، يعني اللي يبغي ملفج يعني يديروا تخصصوا 6 سوايع قبل القراية تاع الصباح تحفظوا فيها. أما المساء يعني ديروا مواد ثانوية أو مواد أساسية تحلوا تمارين، والليل ديروا ساعة ونص أو ساعة تعاودوا تراجعوا الحفظ تاعكم ولا تحلوا تمارين. يعني هذا روتين جدا بسيط، يعني ماكسيموم 6 سوايع في اليوم تقراوها، هذا مكان. وانا نقول لكم يعني في نهاية الفيديو البيام ما هو غير
امتحان رسمي. تما ما ديروش في راسكم، كما قلت لكم ربي راه يشوف فيكم راكم ديروا، راه يشوف التعب تاعكم، راه يشوف السهر تاعكم، اكيد راح يجازيكم وباذن الله راكم كلكم رابحين. فقط استغلوا هذه الفرصه تاع الشهر، زيروا رواحكم، يعني ديروا هذه الخطه اللي عطيتها لكم. يعني هذه الخطه يعني انا سيتها ونجحت بها، وان شاء الله كاع راح تنجحوا بها. قولوا لي في التعليقات اذا عجبتكم وراح تناسب الوقت تاعكم باذن الله. قبل ما نكمل الفيديو نقول لكم راكم كاع ناجحين باذن الله، وباي باي. وهذا هو الفيديو تاع اليوم، ان شاء الله يكون عجبكم. ما تنسوش ديروا لي اشتراك وديروا لي كومنتار حلو كما كيفكم، وديروا لي جيم، وما تنسوش تتابعوني على الانستغرام. وباي.